ازاي انفذ النفقه؟ القانون حدد لك كذا طريقه لتنفيذ النفقه. اول حاجه هي بنك ناصر. بنك ناصر ما بيديش غير 500 جنيه فقط من النفقه اللي طلعت. تاني حاجه، لو هو موظف اذا كانت شركه حكوميه او خاصه، من حقك تنفذي نفقه على المرتب بتاع الزوج او بتاع الاب. تالت حاجة، من حقك رفع دعوى حبس بالمتجمد، يعني تجمعي بالست 7 شهور وترفعي لك دعوى حبس. طيب مشيتي كل الإجراءات دي وهو ما عملش، يبقى ما قدامكيش غير حاجتين: الحجز على بيت اللي هو قاعد فيه أو بينزل فيه، يعني لو هو مسافر وكده من حقك تنفذي على بيت والده أو والدته، عشان ده محل الإقامة اللي هو بينزل فيه. اخر حاجه خالص هي جنحه الامتناع عن تنفيذ حكم النفقه او عن سداد النفقه. دي بتنزل على السيستم، ممكن توصل عقوبتها لسنه. فعشان كده عليك نفقه سد. تابع الدعاوي اللي عليك، حاول تثبت يسارك الحقيقي وتثبت الحاجات اللي عليك، او انت معصور او لا، او الكلام ده كله تثبته بالاوراق، والقاضي هيحكم بالنفقه. وسد النفقه اول باول، ما تدخلش نفسك في المتاهات دي خالص.